من أيام بالتحديد في 20 أكتوبر 2025 حصل العطل اللي كلنا سمعنا عنه في AWS، واحدة من أهم وأكبر منصات الخدمات السحابية في العالم، بل هي أولى الشركات اللي قدمت الكلاود كومبيوتنج للعالم. العطل ده نتج عنه توقف أو تباطؤ خدمات شركات عالمية زي كانفا، فورتنت وسناب شات، وملايين من المستخدمين اتأثروا حول العالم. التقارير بتقول إن أكتر من 2000 شركة كبيرة اتأثرت بالانقطاع، وإن الخسائر التأمينية ممكن توصل لحوالي 580 مليون دولار في أسوأ السيناريوهات. كمان حوالي 70,000 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضررت من الانقطاع، وتم تسجيل أكتر من 11 مليون بلاغ حسب موقع لينوير، اللي زود حساسية الموقف إن العطل كان في أهم وأكبر ريجن في AWS عالميا، وهي فعلا الريجن اللي معظم التطبيقات والمواقع الكبيرة بتعتمد عليها. والسؤال اللي جه في ذهن كتير من الناس في الوقت ده، هل اللي حصل ده يخوفنا من الاعتماد على خدمات الكلاود؟ اللي حصل فعلا كان سبب هجوم كبير شفناه على الكلاود تكنولوجي الفترة اللي فاتت. انا هنا مش جاي ادافع عن الكلاود تكنولوجي واهميته ومزاياه، ولا جاي اشرح لك بديهيه ان مفيش تكنولوجيا امنه من المخاطر بنسبه 100%، وان تطبيق التكنولوجيا بيتم بمبدا الريزيلينس، قدره النظام انه يستحمل الفشل ويتعافى بسرعه ويكمل شغله. وكالعاده اشرح لك بشكل مبسط الحلول اللي بنواجه بيها مخاطر الاعتماد على الكلاود تكنولوجي، وازاي تطبيقها بطريقه تحقق الاستمراريه والمرونه باقل المخاطر، تحديدا من خلال المالتي ريجن ديزاين والمالتي كلاود استراتيجي. المالتي ريجن ديزاين يعني النظام او الكلاود اركتكتشر بيكون موزع على اكتر من ريجن، اكتر من منطقه داخل نفس مزود الخدمه الكلاود بروفايدر، بحيث لو واحده وقعت ريجن تانية تقدر تشيل الحمل فورا. الريجن في بيئه الكلاود ببساطه هو منطقه جغرافيه فيها داتا سنتر او الافيلابيلتي زونز. الهدف من فكره الريجن هو قرب البيانات من المستخدمين، سرعه اعلى، وتقليل الليتنسي، وتوزيع الحمل كمان. كل ريجن مستقل، يعني لو ريجن وقعت ده مش معناه ان باقي المناطق هتقع. اما المالتي كلاود استراتيجي ده معناه ان شركتك تستخدم اكتر من مزود خدمه في نفس الوقت زي AWS وايجر مثلا لتامين استمراريه الخدمه، وده بيختلف عن الهايبرد كلاود واللي فيه الشركه عندها سيرفرات داخليه او اون بريمس، واحيانا بتستخدم معاها سيرفرات كلاود للتوسع او توزيع الاحمال، او حتى للتامين وبناء بدائل للخدمات. لكن انت اكيد في حيره، ازاي هنستخدم الحلول دي؟ هي اكيد مش مجانيه ولا تطبيقها بالسهوله دي اكيد، وده دور الكلاود اركتكت. الكلاود اركتكت هو الشخص اللي بيصمم شكل النظام السحابي وبيحط قواعد وسياسات تحمي الشركه من الاعطال زي اللي حصلت في AWS. دوره مش بس اختيار السيرفيسز، دوره تصميم متكامل لازم يحدد فيه ايه هي الريجن الاساسيه اللي هعتمد عليها او البرايمري ريجن، واذا كنت هحتاج لسكندري ريجن او مناطق تانية بديله او دي ار سايت، وبيوزع الريسورسز الموارد على الافيلابيلتي زونز عشان يتجنب سنجل بوينت اوف فيلير. بيبني تصميمه بناء على الكريتيكاليتي، وبيجاوب على اهم سؤال: لو الخدمه وقعت الشركه تخسر كام في الساعه؟ وده طبعا بناء على اهميه البيزنس وحجم البادجت اللي حطها الشركه للكلاود اركتكتشر، تكلفه فقد البيانات او بطء او توقف النظام. هو يقدر يحدد الكلاود بروفايدر المناسب للخدمات المختلفه للبنيه التحتيه للشركات. مش كل الموردين بتقدم نفس الخدمات، ولا كل خدمه عند كل مورد بنفس الكفاءه، واكيد مش كلها الانسب لتطبيقات الشركه. وقرار استخدام البدائل بين الكلاود بروفايدرز ده قرار بيحتاج دراسه، واكيد بعض التطبيقات ممكن تحتاج اعاده تصميم بالكامل عند تطبيق استراتيجيه المالتي كلاود. انا عارف ان انت دلوقتي بتفكر في التحديات اللي هتواجه تطبيق المالتي كلاود استراتيجي بين موردين مختلفين لكلاود سيرفيس، زي الاكسس مانجمنت، اداره الوصول. كل كلاود بالتاكيد عنده نظام مختلف للايدنتيتي اند اكسس مانجمنت، واكيد عند تطبيق المالتي كلاود استراتيجي بنواجه صعوبه في توحيد الصلاحيات لكل الكلاود بروفايدرز. الريسورس مانجمنت، اداره الموارد، واكيد بتختلف طريقه اداره الموارد ما بين الكلاود بروفايدرز زي الداتابيز والنتورك والستورج والكمبيوت لكل كلاود. المونيتورنج، متابعة الأداء والأمان، أكيد ليها أدوات وسياسات مختلفة بين الكلاود بروفايدرز. بس خلينا أقول لك إن الفترة الأخيرة فعلا تمت اتفاقيات استراتيجية بين أكتر من كلاود بروفايدر. الاتفاقيات دي هدفها الأساسي حل المشاكل اللي فكرنا فيها دلوقتي، وعندنا مثال واضح: التعاون اللي حصل ما بين مايكروسوفت ايجر وأوراكل كلاود، اللي من خلاله قدروا يتغلبوا على أكتر التحديات لتطبيق المالتي كلاود استراتيجي. على سبيل المثال، تحدي إدارة الوصول أو الأكسس مانجمنت، تم عمل ربط ما بين الأوراكل كلاود مع ايجر اكتيف دايركتوري، بحيث المستخدم يدخل بنفس الحساب على كل الريسورسز. وكمان السنجل ساين اون، من خلاله تسجيل دخول واحد يوصل معاه لكل الخدمات على اوراكل او ايجر كلاود من غير ما يعيد تسجيل الدخول مرتين. الرول مابينج، وبيها بيتم مطابقه الرولز او الادوار والصلاحيات بين النظامين علشان الرول على ايجر يكون ليه نفس الصلاحيات على اوراكل. ده بالاضافه للمالتي فاكتور اوثنتيكيشن اللي بتفعيله بتتم حمايه اضافيه على كل الحسابات في النظامين مع بعض. الحلول دي تبدو معقده بالفعل، ولكنها حلت كتير من التحديات في تطبيق المالتي كلاود تكنولوجي. والتحدي الثاني هو الريسورس مانجمنت، واللي اكيد بيظهر لما تلاقي الريسورسز متوزعه بين اكتر من كلاود بروفايدر، بالتالي صعب تراقب
تدير او تتابع او حتى توحد طريقه النشر. وعشان كده التعاون من ايجر واوراكل دخل حلول عمليه لاداره الموارد المشتركه لنفس الكلاود اركتكتشر. كمان الانفراستراكشر از كود اللي فيها ممكن تستخدم تيرافورمز عشان تطبق نفس الانفايرمنت او تنشرها باستخدام الكود على كل كلاود بروفايدر، والكود بيبقى من المرونه انه يتعرف على اختلافات كل كلاود بروفايدر تلقائيا. وانسبل بيخلي تجهيز الخدمات والتطبيقات يحصل تلقائيا بعد نشر الريسورسز. يعني بدل ما تعمل كل حاجه بشكل يدوي، انسبل يحققها بشكل اوتوماتيك ويضمن انها متسقه مع كل الموردين للخدمه. تحدي نقل البيانات والليتنسي او البطء اللي ممكن يحصل بين موردي الخدمات السحابيه. واحده من اصعب التحديات في المالتي كلاود اركتكتشر هي نقل البيانات بين الكلاودز، لان اي تطبيق ديستريبيوتد ابلكيشن لازم يعتمد على اتصال سريع ثابت وامن، وده مش بيحصل بسهوله لما يكون الاتصال عن طريق البابليك انترنت. لما البيانات تتنقل ما بين ايجر وكلاود عن طريق الانترنت، الليتنسي غير ثابت وهتواجه باكيت لوس، والكواليتي اوف سيرفيس مش هتكون مضمونه، فضلا عن ان مرور البيانات في مسارات غير مباشره ده هيدمر اي تطبيق او سيستم بيحتاج سينكرونايزيشن او تزامن بيانات مستمر ما بين الكلاودز. لو عندك مايكرو سيرفيسز على ايجر كلاود بتتكلم داتابيز على اوراكل كلاود، الاي بي اي كولز ممكن يتاخر من 60 ل 120 ملي سكند بسبب التغير في الانترنت. ده ممكن يخلي السيستم يعلق او يعمل تايم اوتس. كمان في حاله الداتا ريبليكيشن، اي زياده في الليتنسي هتؤدي لريبليكيشن لاج وداتا لوس، يعني فقدان بيانات محتمل. الحل اللي تم في الاتفاق ما بين اوراكل وايجر كلاود ديديكيتد برايفت كونكتيفيتي عن طريق ايجر اكسبريس روت واوراكل فاست كونكت. الاثنين مع بعض بيعملوا قناه اتصال خاصه، الليتنسي ثابت واقل ما يكون. اكسبريس روت مع فاست كونكت ممكن يوصل ل 100 جيجا بايت بير سكند مقارنه ب 100 ميجا بايت بير سكند او 1 جيجا بير سكند في احسن الاحوال عن طريق الانترنت، واكيد الامان اكبر بكتير. جزء النتورك في المالتي كلاود واحده من اهم التحديات واساس المالتي كلاود اركتكتشر. للاسف كتير من الناس في مجالات البرمجه والتكنولوجي مش مدركين اهميه التخطيط المتقدم للكلاود. مشكلتنا الحقيقيه في التصميم الاركتكتشر، الكلاود اركتكتشر، مش في الكلاود بروفايدر. لو مفيش كلاود اركتكت محترف طبيعي ان اي انقطاع هيعمل كارثه. فهم الدور الحقيقي للكلاود اركتكت والخطوات العمليه لتطبيق الريزيلينس هو اللي بيحمي الشركات من اي توقف مفاجئ، وده يمكن اللي بيخلي البعض بيحاول يتجنب الكلاود تكنولوجي تماما او يهاجمها.